بحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول لنا. أهلا وسهلا فيكي فيفيان. اهلا فيك يا شيف. كيفك اليوم؟ نشكر الله. أنا وفيفيان اليوم رح نساوي مشطح باللحمة والدبس. دبس بقصد فيه منه دبس الرمان يلي هو الحامض، بقصد فيه دبس العنب. يا عنب يا الخرنوب أو دبس العنب لأعطيها طعمة بين الحامض والحلو. حلو. تعطي مثل سويت اند ساور الاكله. بشو بنبلش؟ بنبلش بالعجينه. هلا في عندنا مكنه نحن، بس انا قلت لها لفيفيان نسويها بالمكنه، ايديها مكنه، ها شلحتني اياها. بنفرجيكم المكنه جايه. ايه يلا شو بنعمل؟ انا بحب حن على العجين. بحب نحني على العجين. ان شاء الله الاولاد يبقوا يحنوا على اهلهم. هيدي اهم حنيه. حسب ما الواحد يربي يا شيخ. قد ما تربي بضل في هيك وهيك، بالاخص اذا غلبون لبرا، بس يغلبون لبرا بينسوا. اول شيء بدنا ملح. يلا هون 3/4 كيلو طحين عندي. ملح. لوين بدي احط مي. تعي الحليب بدبيهم. يلا كسرتيني فنجان قهوه خسرنا مي. كسرتيني فنجان قهوه. هيك ما عندنا مي. انا رح بدل معه. لك يا عمي هلا خلي مشي الحيل هي. بتمشي هون؟ تمشي مشيها هونيك. شو على السير؟ امشي هون كله لنا. هيدي لهونيك. يلا مشي كله لنا. يلا حطينا هون ملح. تعي خليك ركزي معي لك نسيت انا. يلا يا شيخ. ملح. يلا حطي خميره. هيدي خميره. برافو. حطي بيكنج باودر. بيكنج باودر. حطي بصل. التومات قبل. التوم. طيب معك حق. حطينا ملح. يلا اخلطيهم برجوز الطيب. اخلطيهم. حطي شوي جوز الطيب مع فرد برا. هيك عم تفرمي. حطي لي اياهم فوق اللحمه. جينا لعندك فيفيان. حطيت الحليب او خلاص؟ لا طفيت خلص بزياده، بس قبل ما نضيف الزيت. يلا ضل شيلي فارك. طفي الغاز. بنضيف زيت. بينفركوا منيح مع بعضهم. انا رح بلش احضر بالبصل الناعم للحشوه. هو زيت نباتي شيف. زيت نباتي. نعم فيني يحطوا زيت زيتون. يلي ما بده يستعمل زيت نباتي فيه بكل سهوله. اهم شيء ينفركوا منيح هون. نجيب خشبه. هو بالعجين طيبه طعمه زيت الزيتون للي بيحب. بنجيب جاط. بصل وبنفرمه ناعم. هلا من بعد ما حطينا الزيت بنحط حليب فاتر. بينعجنوا هيك او بالمكنه مثل ما انتم بدكم. كل واحد شو الاهون لإله. فيفيان قال هي اهون من المكنه. ما في مي نغسلها يا شيخ. هيك احلى. معك حق. ايدين مش على الكف وخلصت. ابدا. أزمة مي. يلا هي بتيجي الشتاء بتفرز شوي يا اختي الله يساعد هالدولة اذا بتيجي تفكري انه اليوم شتت بيقولوا طافت. ما هي مش بس على هذا الحق على الشعب هو بيلقط. هي اللي بيكبكب زباله من الشبابيك، هي اللي بيزت زيت، هي اللي بيشرب تبع المواد الغازيه وبيكبها. كلها هي بتسكر القنايات. مسؤوليه على العيله. منين بدها ترجع تفتح القنايات؟ تفتح من مال تسكر من مال. ما هي شاف سلسله متواصله. عندك العالم، عندك النوم،
بس بتبلش من الشعب. مش في زيوت بتتحمل حرارة، في زيوت هلا بتلاقي مثلا بالصين أكثر شيء شو بيستعملوا؟ زيت السمسم بأكلهم. لانه عندهم كثير لأن سمسم. ايه بيستعملوا زيت السمسم، بس لما بده يجوا يقلوا شيء على نار قوية، عن بده درجة حرارة، بيستعملوا زيت دوار الشمس. هن عندهم زيت سمسم محمص وبلا تحميص، هداك المحمص بيستعملوه بالسلطات. ما هو كل بلد شو بيكون عنده ايه اشياء كثير وسعرها رخيص بيستخرجوا بيستعملوا. منها اللي هذا. دعكيها بدها يلا. دعك. والا بقول لك بدنا نرجع للمكنه. زيت الافوكا بيقولوا قديش يا اختي في فيها ناس مش عم تقدر تاكل افوكا، بدك تشيلي لي زيتها هلا. في بلاد يعني كله مفيد اكيد هودي. ايه. وزيت اللوز منيح نعم. وزيت الجوز منيح، بس في ناس لوز مش عم فيها تاكل. ناخذ اتصال. الو. الو. الو بونسوار. بونسوارين، يا اهلا وسهلا. كيفك شيف؟ كيفك ست ماري؟ واحلى بونسوار لمدام فيفيان معك كمان. تسلمي كيفك تسلمي. يا ست ماري؟ اسم الله علي، كلهم بتجيبهم مميزين معك. ايه شاطرة فيفيان، كلهم شاطرين. وبدي اعذبك شيف على هالاكل الطيب امبارح المدردره ما في اطيب منها. تسلمي كلك أنا ذوق، كتير- بشكر محبتك. كتير بحب الاكل القاطع. وبدي اسالك سؤال، برغل الخشن الابيض فينا نعمله برغل ابنادوره؟ ايه فيكي نعم. برغل الخشن الابيض فينا نعمله برغل ابنادوره؟ نعم فيكي تعمليه. بيطلع طيب؟ فيكي نعم. هلا بدنا نعذبك جماعه الجاي، رح تعملنا للبرباره. يلا تكرمي. الله يطول بعمرك وينعاد ويكون شهر الاعياد مبارك عليكم. علينا وعليكي. يلا أوروبا شيف. باي. طول عمرك يا ست ماري. شو بدها شيف ماري؟ بدي اكل قاطع ايبا نعمل لها. تكرم عيونها. يلا جيبي ملعقه كبيره من هون. ضيفي اللحمه. هاي اللحمة حاطين بس جوز الطيب بس ايه. لتعرفوا شو هن يلي عليها. رح حط الملح شيف. حطي ملح. جيبي ملعقه، حطي لي ملعقتين دبس. يلا. والبهار. بهار اسود حطي بعد. بتحب البهار الاسود هاي. لا لانه فيها دبس. وملعقة دبس. وبناخذ اتصال. الو. بونجور، يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. أنا اسمي كاترين، جيتك مرة واحدة قبل هلا بس. نعم. وبسلم كثير على الست ليفيان، ست الكل. ميرسي عيني، تسلمي. الله يسلمك. يعطيها العافية، يعطيك العافية. شكرا، ميرسي لك. فيكم عندي البركة. أسئلة عن انتو الأكل فيكن بس مثل البركة. حضرتهم يعني، بس هلا تذكرت شو ممكن أقول نعم بالنسبة للأكل. بس انبسطت وقت اللي قلت هلا عن الكب الوسخ على الطرقات. نعم. يا ريتك وزير بيئة، أنا كثير كنت حابة لو كنت مسؤولة بالبيئة، لأن كثير بيهمني هذا الموضوع. يا ريت ترجع بتكرره كون حضرتك وجه إعلامي. يا ريت بتحكي الناس، والناس كلها بتحبك على فكرة، عن كب الوسخ على الطرقات شو عم يعمل. ما هو اللي عم يسكر الطرقات. شو بدها تعملنا وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والأعمار وكل المهندسين؟ إذا كل المهندسين مداح وكل واحد ماشي على الطريق كيس زبالة بيلقطه وبيرميه، ما في مسؤولية. أو بيشرب قنينة مواد غازية أو قنينة طاقة وبزتها. طب هيدي بتسكر البلوعة. بيجي الواحد بيجي مجلس الإنماء والأعمار يمكن أو وزارة الأشغال تفتحها، بعد نص ساعة بيكون إجا غيرها من قوة الطوفان وسكرتها. صح. يعني هيدي لازم تكون على طول، مش بس على الطرقات، في كمان بالجبال محل ما بيروحوا يعملوا بيكنيك كمان. هاي وقت بتكون مليانة
من هالاشياء هيدي بتصير تنزل وبعدين بتسكر المزاريب. شيف انطوان، انا كثير قاهرني هذا الموضوع ومبسوطه انك حكيته لو بالصدفه. بالصدفة الناس عم يسألوني بتحبك عن بلكي المي، بتسمعك. أنا حكيت يعني بس أنا بحكي الإلي والعلي. بعرف. يعني شو بده يعمل؟ الله يساعده هالشخص اللي عم ينظف، إذا من هون بينظف بيشيل قنينة بيجي بدله 100 أو مزبوط. 50، شو بده انا يشيل مره قلت ليشيل؟ لشخص، صح، ناس انا مره قلت بتصلي. لشخص شيف انطوان مكتب على الطريق اذا بتريد وانا قاعده معك بالسياره، كان شوفير سيرفيس. شو بدك فيكي تجاوبني؟ هلا قال اتصلي، لي رجعي قال لي اتصلي. شو شغلتهم هودي اللي عم بينظفوا، شو شغلتهم ما علي ينظفوا وراي، هيك قال لي وقتها. معك حق. يلا هلا رجعي اتصلي بيعطوكي رقمة، تكرم عيونك. هلا بس الناس شاف يصير عندها وعي، كلها هيدي الامور. كله بتنحل. ايه يعني انا هيدا بلدي، بدي ارجع ورثه لاولادي مثل ما اهلي ورثوني اياه على نظيف. فنحن بدنا نحب بلدنا، بدنا نتعاون نتضامن بعض، لانه هلا ايام اهلنا ورثونا بس ما كان في اعداد هالقد، كمان اعداد السكان بس تزايد، ما كان في والناس غربيه غربيه كمان ما عم ايه نحكي، كله بيأثر. رح اعملهم بايدي شيء. ايه بايدك، يلا بلبسي كف. مم. هلا بدنا نجيب صواني. انا عبالي زد لها شويه بهار بعد. عبالك شوت بديها بصينيه. زد لها شويه بهار. يلا رح ارجع لعندك. يلا. انا هون راسي مركز بخزاني من جوا، خلص. بدي اروح السما على جوا مش عم بسمعك. زدت لها. ايه بدك بهار؟ زدت لها. ما هن البهارات لإلها هودي. يلا. كلهم هودي ما بيحرزوا بقى. انا يحذيفوا. يلا هلا بنحركهم بالملعقه خلص. بناخذ اتصال. الو. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، يا اهلا وسهلا بس فيك. احلى طل مزين الشاشه كلها انت ومدام فيفيان الخطيره. تسلمي تسلمي، كلك ذوق. حبيبي بدي اسالك اذا عندي نص كيلو زعتر، نص قد كيلو؟ ايه بده سمسم وسماق؟ بدك له 150 جرام سماق وسمسم، فيكي 150 وفيكي 200. اوكي. وبدك طيب. ملح، بدك ملح خشن مدقوق ايه. ملعقه صغيره وربع. اه اوكي. وسؤال ثاني بدي نعم. اسالك عن المتة، بتفيد ولا لا؟ المتة؟ نعم. هلا انا ما بشرب متة بس بيقولوا عنا بتفيد. انا بحب انا صريح، اخواننا الدروز هن اكثر شيء بيشربوا المتة. ايه بالشوق. بس معك بتضل حق 100%. احلى من الشاي والقهوه. هلا القهوه دراسات دلت من فنجانين لثلاثه بالنهار كثير منيح. اوه انا بشرب كثير شيف انطوان، بحب القهوه كثير. تكرمي، اهلا وسهلا فيك. ميرسي، طول عمرك، سلم لنا على الخطيره، مسميها انت الخطيره. سميتيها الخطيره. انت سميتني خطيره. شكرا. يلا. ليك الخطيره احلى من الخطره. عطيك، الله الخطيره يطول بعمرك. بتفاجئك، إيه. بنفاجئكم. الخطره تقضي عليك. ايه معك حق. طول عمرك. ميرسي يخليكي لاتصالك بصحتك عيني. يا رب. ميرسي يا عيني، ميرسي. باي باي. شو سألت عن المتة؟ ايه حفظوها العالم خطيرة. ايه. هاي لما حكينا عن العسل. الثوم. بمد الشيف، ببلش مد العجين. روقي شوي. هو المتة أكثر شيء كل شيء اعشاب منيح. بينزل الوزن. بالأرجنتين كيف نحن هون قهوة على بكرة ظهر عشية، بالأرجنتين المتة عندهم. ميسي للي بيتابعوا رياضة، ميسي بيشرب متة بالأرجنتين. واللي ما بيتابع قهوه ميسي بيشرب قهوه مثلي او نسكافيه. ايه. يلا هاي العجينه. يلا. بلشي مد. نمسح الطاوله هون مثل مي. يلا نعطيكي شوبك. خلطة الزعتر شو بدها خلطة زعتر؟ حطينا لها سماق وملح وسمسم. إذا نص كيلو هي قالت. وانا قلت لها 150 جرام سماق مم. وسمسم قد ما بدها، فيها 150 وفيها 100 وفيها 200. وفيها قد الزعتر. لا كثير. كثير.
شو عم نش 100. صار زعتر، صار سمسم بالزعتر. 150 يعني قد ايه كبايه بالكبايه؟ اقل من الكبايه، الكبايه الزعتر بتزين 100 جرام، بتزين اقل. بتعرف شيف بالزعتر مرة دقت خلطة لقيت فيها طعمة بهو جمعيات ببيعوا، قلت أنا حبيتنا ننفعهم، فيها طعمة طيبة عطيتها، قلت لها سألتها قلت لها شو سر هيدي ضامي. النكهة؟ ضامي قالت لي صفرا. هيدا سر. إلي لا انا بقول لك قلت لها ضامي شو؟ صفرا. أنا سألتها شو السر؟ قالت لي هي يعني سر. لا إيه ما إلي سالت الشيف انطوان وقال لي ضامي صفرا. بضيفوا لها اوقات 150 جرام كمان ضامي صفرا، بتعطيها طعمه طيبه. هلا هيك دبس بدي رخيه بماي. جبت على البيت صرت طلعت شو شاف فيها كمان، فيها كزبرة حاطين فيها. لا زدتها هيك. ايه حاطين بالخلطة لا. كزبرة. زدتها هيك. بنرخي الدبس بالماي. شوفوا شو بدنا نعمل هلا. انتبهوا بدنا نغطوا بمية الدبس. بنرجع بالسمسم نرجع وبنرجع على الصينية. هي السكين افتحيها وبنكبسها. وبالاخر بنرش لها جبنة. خلص البزاق؟ لا بعد، بس بحط لك حشوة لساعدك. يلا. هلا بتقولي لهم ما ساعدني الشيف انطوان. بشكيكي على ايه بتشكيني، ما عادش تعطيني اجرتي. دبس حيلا نوع دبس. حيلا نوع دبس بيمشي. هو دبس الخروب طيب. هلا صاروا يعملوا من التفاح كمان دبس شيف. كل شيء من الرز بيعملوا كل شيء، بيخمروا بيسووا لحتى خلي بيتساوى نفس الشيء. صاروا يعملوا عرق قد ما كمان من التفاح. عرق بي إيه. الله يرحمه صاروا ميت 7 سنين. ايه وقبل ما ضل بصحته عاش 105 سنين. الله يرحمه. ايه كان يساوي عرق في انا من 40 سنه كان ولد، كان عندنا تفاح، كان التفاح يهر يغسلوه ويسوي عرق. مش جديد يعني. لا. هلا صاروا يعرفوه جديد. وبناخذ اتصال. الو. الو يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيكي، اهلا وسهلا فيكي. شيف انطوان بدي اسالك بخصوص خل التفاح. نعم. عملتهم عملوا نقط سود مثل البن، يعني انتزعوا؟ اول شيء خبريني كيف بلشتي فيهم لنعرف. اول شيء غسلت التفاح مضبوط. نعم. ونشفته وقصقصتهم. نعم. وحطيتهم بمرتبين الازاز. نعم. اوكي. قالوا لي هيك بينعمل. بعد شي جمعه وهيك حسيت عم بيعملوا نقط اسود كانها مثل البن. نعم. او عفوني خضراء، يعني انتزعوا. حطيتي في معهم شويه مي؟ لا. فيهم شي تفاح مهري؟ لا كان كله تفاح نظيف، يعني نظفتهم مضبوط. لا بدهم مي، ما بيسووا بلا مي. لانه يا بده يكون فيهم تفاح مهري ليتخلخلوا، او بده يكون او بدك تحطي لهم شويه مي لياخذوا بعضهم ويتخلخلوا. يعني هلا بعد بيزبط اذا حطيت لهم مي؟ حطي لهم مي شوي، جربي شو رح تخسري. واذا عملوا عفوني خضراء كمان معليه؟
عملوا عفوني خضراء؟ ايه لا، اذا عملوا عفوني خضراء بكتب بيهم. بدي كبهم. اوكي، يلا، والنقط السود خيرة كمان بغيرة. مثل البن يعني انتزعوا. ايه انتزعوا. اوكي اوكي، ميرسي شيف. لكن لغير مرة. نعم. حلو. بدك تجيبي التفاح قصقصيه لو في، وخلي فيه يكون شوي كم تفاحة شوي مضروبين مهريين، خليهم نعم. بقلبهم. نعم. وقصقصيهم وحطيهم بالمرتبين. كل 3-4 ايام احركيهم ورجعي غطيهم بشكل مش محكم الاقفال نعم. لمدة شو شهر، وبعدين اتركيهم 8 اشهر ليطلع خلي التفاح معنا، ما بيطلع دغري. نعم. اما اذا ما فيهم هريان بدنا نضطر نحط معهم شوية مي. تركي أوكي. العنق والبذر معهم ما بيأثر، بالعكس بيطلعوا احلى، وحطي معهم ساعتها شوية مي. نعم. نعم. ميرسي شيف. تكرمي، ميرسي، اهلا يعطيك وسهلا فيكي، شرفتي. هو اذا بده ينحط مي تقريبا قديش شيف اقل من ربعهم. اقل من ربع. مثل السكر، المي المنظيفة لسكر القطر قليل بس لياخدوا بعضهم. هاي العجينة برجع بعجنها منيح مع بعضها وبتركها ترتاح، بس ما معنا وقت للرياحة، نرجع نشتغل فيها. شو بنعمل؟ بس بنعمل فيها شوي هيك، بنغطيها. هو خل التفاح اصعب شوي من خل العنب. أصعب بكتير. ايه. خلي العنب ليكي، لنقول ليه، لنقول ليه. اتصال شوي. ما ننسى الكعك القاطع لماري كمان. يعني توقف عم حتى اعلانية ومنتابع حلقتنا انا وست فيفيان عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا انا وست فيفيان. يلا. اعطيك العجينة، يلا. بلشت مديها، ريحناها شوي قدر الامكان. هاي العجينة اللي طلعت من الاطراف شوي بدها تكون قاسي، ولكن بدنا نمدها. قصيت هدول انا. هذا بعديه عنك، وهذا هلا بنمديه. هودي بنقصهم نكبسهم. هلا بنجيب فوطة، بدها بعد لانه بنحط الجبنه، بس دائما بنحط الجبنه من بعد ما تستوي تقريبا اللحمه كليا بنضيف الجبنه، لانه اذا ضفناها عليها بتسكر. ايه. بنضيفها بالاخر. مشطح باللحم والدبس، مشطح باللحم والدبس. عملنا عجينه 700 جرام طحين، 3/4 الكبايه زيت، ملعقه ونص خميره، ملعقه صغيره بيكنج باودر، ملح 3/4 ملعقه صغيره. بينخلطوا كلهم سوا مع بعضهم. اهم شيء الزيت ينفرك منيح. بعدين ضفنا كبايه حليب. ترتاح العجينه شو ربع ساعه 3 ساعة. بعدين حطينا معها للحمه دبس العنب او دبس الخرنوب، ملعقتين ملعقه شوربه. بنضيف معها بصلتين ناعمين، قرن فليفله خضراء حلو، قرن فليفله حمراء حلو، راسين بندوره مش كبار وسط مقطعين ناعمين، ملح، برش جوزة الطيب، بهار اسود حلو. بينخلطوا مع بعضهم مظبوط، وبرش جوزة الطيب. هلا ذوبنا باقي الدبس بشوية مي قدوا مي يلي هني موجودين، هودي صايرين سمسم محمص خالص. و من مد العجينة بنحشيها بالحشوة، بنعملها مطاولة
لو كنا عم نقطع عم ندور، من بعد ما نكون غطيتها بالسمسم بتفتحها بنشقها بهالشكل، بنكبسها بالكف مثل ما عم تكبس فيفيان، بنفوتها على قلب الفرن. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. انتبهوا شوي، هون ستويت انا، اعطيني اياه خلص. ستويت اللحمه بقلب العجينه تقريبا استوت كلها. شو بساوي هلا؟ بجيب جبنه وبنحط عليها يلا خليني ساعة جبنه بهالشكل، وبنرجع نفوتها على قلب الفرن. هدي بالمعلقه بالملقط. لشو بايدنا؟ أنا بجمعهم. تكرم عيونك واهلا وسهلا فيك. كعك القاطع 3 كبايات طحين عادي، كباية طحين فرخة، زيت نباتي أو زيت زيتون نص كباية، خميرة ملعقتين، ملعقة صغيرة ونص، بيكنج باودر 3/4 ملعقة صغيرة، فوتيها بهالفرن هلا. و نعجنها بالماء من بعد ما نفركهم مظبوط مع بعضهم. فينا نضيف لها سكر حوالي 4 ملاعق كبار ورشة ملح صغيرة. بنسويهم اياها، بنسويهم على شكل اصابع من بعد ما ترتاح العجينة حوالي نص ساعة. بلتها بالسمسم، اذا بدنا فينا نحط شوية مي العجينة على المي وبالسمسم، وفينا بدون المي، ونحطها على صواني بنخبزها على نار قوية، وبيطلع عندي كعك القاطع بنلفها لف. هلا للبزاق، من بعد ما حطيناهم على النار وغليناهم 5 دقايق مع خل وملح، بشيلهم بحطهم بصفاية بغسلهم. بجيب طنجرة بحط فيها مي، بحط فيها بصل مقطع، جزرة مقطع، ورقة غار، عود قرفة، ورقتين عطر، على اكليل الجبل، ورقة افندي. هلا موسم الافندي فينا نحط ورقة افندي، عود قرفة، ورق غار، شو عنا، وبغليهم على النار 10 دقايق. بجيب البزاق بسقطه فوق، برجع بغليهم بين الساعة والساعة ونص لأعرف إنه استوت. كيف بعرف إنه استوت؟ بنقي حبة كبيرة مش صغيرة، بجيب شوكة صغيرة، يعني الحبة تكون كبيرة، بجيب شوكة صغيرة بشكها باللحم وبعليها. إذا طلعت بسهولة استوت. إذا بدي شدها تطلع معناتها غصب عني عم طلعها، يعني بعدها تقلق، بعد بدها وقت، يعني معناتها بترجعوا بتتركوها وقت أكثر. هاي بنجرب على الساعة، بترجعوا على الساعة وربع، بعدين على الساعة ونص. هلا استوى البزاق، في عدة طرق لتقديمه. أول طريقة هي يلي أكثر شيء شائعة ببلادنا هون مع التراتور. أول شيء البزاق من بعد ما شيلها بيطلع فيه المخرج، بدي كبه. هيل بيقول لي البزاقة بتتاكل بمصارينا، مش عنقول شيء تاني، هي خليه هو ياكلها. نحن بدنا ناكل بزاق، لحم البزاق، ما بدنا ناكل مصارين ولا المخرج. نرجع منشلناها، منغسل الصدفة. إذا بنكون عندنا ضيوف وبدنا نكرمهم، منغسل الصدفة بالماء والملح والخل. برجع بكل حيوان، عفوا بكل صدفة بحط حيوان، برجعها وبحطهم على حدا. عشية اجوا الناس او وقت الاكل، بسخنهم اما بالماء او على البخار او بالفرن، كله بيتسخن، وبقدمهم. في ناس بياكلوها باردة ما بيأثر. باردة؟ ايه؟ ما هي مع التراتور. إذا التراتور بيتقبلوا، بارد. إيه. لا شو بيتقبلوا؟ بيتقبل، بس اللي بيعملوا القعدة وكذا بنقدم لهم اياهم سخنين. هلا في البزاق الفرنسي نفس الطريقة بالسلق. الحيوان الصدفة من صوبنا
بتتصوبر منيح، وبنرجع بنشطفها بالمي والملح. بنخلط زبده طريه، يعني زبده مش مذوبه على النار، منشالي مرات براد بندعكها، بضيف عليها كزبره، بضيف عليها نبيد ابيض، ملح وبهار ابيض، ونتفه صغيره عصير حامض. بيجي انا البزاقه الاسكرجو البيت تبعها بحط شويه زبده لوحدها بالاول، برجع بحط الحيوان وبرجع بحط زبده الى قوالب خاصه، صحون خاصه، بنحط 6 أو 12. ليش معموله هيك؟ اجمالا انه بتتقدم يا نص دزينه او دزينه، وبفوتوها على الفرن يعني. بنفوتها على الفرن تسخن، تغلي مع الزبده. الزبده بتعطيها طراوه وطعمه، الكزبره نكهه، الملح والبهار نكهه، عصير الحامض طعمه مميزه، ونبيد لانه اجمالا بفرنسا بيشربوا مع نبيد تتاقلم مع بعضها. والكزبره والشو اسمه عنا اوه شو حلوين شو حلوين، شوفوا 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 شو حلوين، شوفوا. الله الله الله. يلا بدنا نتف بعد مشان هيك منستويها من بعد ما تستوي منضيف الجبنه الحيوانيه عليها. اي جبنه انتم بترغبوها او بتحبوا طعمتها من الجبنه الصفراء تبع الاكل، وبنرجع بنحمرها شوي لتذوب الجبنه عليها، لا تشقر الجبنه عليها، وبنقدمها. منتابع حلقتنا. هاي الصينية خلصت، بس أنا قبل المقادير حبيت فرجيهم إياها. ليك منا مشطاح وخيو. يلا بدك الفوطة. هاي فوطة. منجيب هاي الصينية، كمان بنحط عليها الجبنة، هلا الحشوه شايف في منهم بيقولوا لك نحن انا بدي احطها على النار اللحمه وهيك، يصطفل ما بتطلع طيبه. يصطفل يحطها من مانعه. ايه انا بس روح لعنده اخذ له الدرك قل له ممنوع يبقى يقول لي، بس هو هيك اطيب. دائما في شيء طيب وفي اطيب، ونحن عم نخبزها، عم نستوي اللحمه، بعدين عم نحط الجبنه عليها، مش دغري، لانه الجبنه شو بيصير فيها؟ ما بدها اكثر من 4 دقائق بتحمر الجبنه. منشان ما نوقع بالاشكالات وخليها تتاكد انه اللحمه استوت مزبوط معنا، عم نستويها لوحدها، وبعدين عم نضيف الجبنه عليها. هلا في حل بدنا نغير لها بالحشوه، بدنا نحط مثلا الدجاج. ما تفوتي فيها، بس بغير شيء، يعني بغير شيء، بغير نكهه، بكل شيء، يعني شو بغير اسم. مشطاح بالدجاج والدبس بصيروا بده يحطوا دجاج معه، بس ما بيغيروا شيء يعني لا هوديك زيتون بلا بده يحطوا بهار دجاج. ساعتها بده يحطوا بهار الدجاج معه محل البهار الاسود،
وبحطوا بهار ابيض مع البهار الاسود كمان. تذكري معي في شيء ما شرحناه بالإلو، الكعك القاطع سويناه، والبزاق شرحناه على اصوله. هلا في ناس البزاق بيقولوا صوموه، يمكن لو حطوه جمعه ما بيكون صايم، بحطوه بسطل بيسكروا عليه مشان ما يهرب، لانه بيهرب بالليل وبالنهار، وبيرجع من جوعه بياكل فضلات بعضه. اصبح البزاق ما صام. مشان هيك بدنا نعرف انه الصوم 3 ايام هو كافي، شرط انه ينصام، يتغسل الصبح ويتغسل من عشيه، يتغسل كل شيء طلع من هالبزاق يروح ليرجع يطلع اشياء جديده كمان تروح، ساعتها هالبزاق بنقول عنه مزبوط انه صام تتغسل. والا من جوعه بياكل كل شيء، بياكل ومعناتها ما صام، يعني كانه ما صام. هلا في ناس كثير اول شتوي واول ما يطلع على البزاق البري الاساسي هديك تبع السوق المزارع منه مغذي مثل اللي بيطلع لوحده بين الصخور والاشجار والعشب. بيقولوا دغري نحن دغري شلناه، معناتها انه صايم لوحده كل الوقت اللي ما كان في شتاء. لا، بمجرد ينزل الشتاء ويتحرك البزاق اكل البزاق. بهالاكل معناتها انه صرت لازم يصوم. هاي بده واحد يعرفها ويتاكد انه ساعتها تكون منها. اما الفرق بين غذاء البزاق البلدي الطبيعي بيفرق قد 6-7 مرات غذاء عن البزاق يلي هو مزارع، مثل الدجاج والبيض البلدي والدجاج وبيض المزارع نفس الشيء. هلا مش قليل هي انه ما بتبين البزاق الا ما تشتت الدنيا، بتحب ريحه لا ما تعيش على المي، بدها مي بس تنشف الدنيا بتبطل. الحيه ليش ما بتشوفيها بالشتاء؟ ما بتموت بيقولوا توقفت، لا بس ما بتتحرك على السقعه، بدها سخن، بدها شوب لتتحرك، ساعتها بتصرح وبتاكل وبتمشي. بتقعد ما بتاكل الا اذا مرق شيء عليها، وهو جسمها معود على التخزين ليضل انه يحافظ عليها. كل فتره الشتاء هالحيه ما بتشوفيها انت بالشتاء الا اذا شو نهار شمس كثير قويه وكان في نتف الدفا قبل بالنهار، يمكن تطلع عن طريق ما هي تتخبى وتتشمس لتدفي جسمها، بس ما بتحرق ولا بتبرم ولا هالاشياء هيدي. هن بالشتاء حرام انه ما عندهم اكل وهيك بتلاقيهم. منين ما عندهم اكل؟ انه هن لا عندهم اكل، طبيعه الحيوانات طبيعه هي بالطبيعه، بس هن اكل، عندهم اكل حرام، ما تخافش عليهم. الاكل عندهم عم ياكلوا لك الصيصان. ايه بياكلوا الصيصان وبياكلوا هيدا البيض، بس هن ما بيتحركوا، جسمهم ما بيتحرك يعني كثير. بالسويد كانوا يحطوا ملح العادي لحتى يذوب الثلج على الطرقات. ايه. عملوا ملح جديد هيك من النشا والزنجبيل لحتى الطيور اذا بتاكل منه ما تموت. هذيك كانت تأذي الطيور. ايه يحطوا الملح على الثلج حتى ما بس تيجي تاكل العصافير ما هي بتصير تنقود بالملح، كان هداك يأذيها. هيدا الملح المتطور هلا ما بيأذيها. ايه ما بيعود يجفف لجسمها. العالم وين؟ عم تدرس شغلات حرام حيوانات. ليش كانت بتركيا قد ما يجي سمهم وكيخن كان على لبنان من عندهم وياكلوا الزيتون، قد ما صار في عندهم صاروا يرشوا لهم دواء ياكلوا يموتوا، بطلوا يجي لعنا كثير سمهم وكيخن. بيكون صار عندهم مشكلة شيء. ايه محاصيل. ما هيك ما في شيء شاف ربنا خلقه الا ما له افاده للطبيعه. مزبوط. انه هالعصفور قد ايه بياكل حشرات؟ ايه؟ شي 400 حشره. بالزمان ما كانوا يرشوا، هو بيعدل الطبيعه، هو بيعدل الطبيعه، بس كان في عصافير كثير. ايه هلا عندنا هون بيسمحوا لهم شي 14 نوع عصافير. يلا هاو مسموح هي.
اوعى ايدك. يلا شيلي. شو هالجبنة السايحة هيدي هون. حطي عاد الجات بس. يلا ما تحرقي ايدك يا فيفيان. يلا بعد وحده. وهيدي وحدة كبيرة اللي بدك اياها. هيدي هيك، هيدي هيك، وهيدي هيك. ميرسي يا ست فيفيان على ميرسي لإلك يا معاونتك شيف. على مشطاح باللحمه والدبس. حلقتنا اليوم عبر شاشه تلفزيون لبنان خلصت انا والست فيفيان يلي سوينا فيها احلى مشطاح بالجبنه والدبس. على طول احضرونا عبر شاشه تلفزيون لبنان. انا وفيفيان بنقول لكم باي 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 باي. ونشوفكم بخير.